خليل الله إبراهيم يرفض مساعدة جبريل. قيل إن قوم نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أرادوا إحراقه ظلوا يجمعون له الحطب شهرا، حتى ملأوا واديا على آخره بالحطب وأشعلوه أياما، وعندما وضعوه في المنجنيق ليقذفوه في هذه النار الهائلة جاءه جبريل عليه السلام وسأله: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم إمام الموحدين: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فجاءه رد ربه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولم يقل رب نجني من النار، بل عمق إيمانه ورسوخ توحيده لمولاه جعلاه يعلم أن علم ربه بحاله أعلم من علمه هو بنفسه. رب إبراهيم هو رب كل البشر، لكن من البشر عنده إيمان كإيمان إبراهيم؟